يعني الآن يحدث الإبادة، لأن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم قوامها العدل والرحمة، ليست العدل لوحده وليست الرحمة لوحدها، إنما قوام رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لبلاد المجتمعات هي العدل والرحمة معا. وباستطاعة أي إنسان أن يطلع على الكتب والموضوعات الفقهية على المذاهب الأربعة وينظر إلى عظم بناء المجتمع الإسلامي كما رآه النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بكتاب المعاملات فقط، المعاملات المادية وما إلى ذلك، ينظر إلى هذا الإتقان وإلى هذا الصدق الجامع لمعاني النفع ومعاني الرحمة. هذه الفكرة عندما تتصادم، وأنا أقول إن هذه الأفكار اشتكت ببعضها ما ولد الطرد، كل فكرة انطردت إلى الأخرى، لأن هذه الفكرة في زعمها أنها تتبنى الرؤية أو الخلفية الإسلامية للإنسان، والأخرى تتبنى بزعمها الرؤية الغربية للإنسان. وأظن أن في كلا الفريقين ما يمكنهما لأن يلتقيا في المجتمع الذي أسسه القرآن وأسسه الرسول صلى الله عليه وسلم للبشرية، لأنه لم يعهد أن يشتكى مسلم قائم الإسلام أو معاهد أو ذكي كان صادقا في دعوات من عدالة القرآن أو من عدالة المصطفى صلى الله عليه وسلم في الحكم، لكن الذي يحصل أن بعض الناس تشتكي من الناس فتحاول أن تقوي من شكواها بدفع الإسلام داخل شكواها حتى يلتفت إليها الناس وينادوا ويقولوا اقتلوا أو احسنوا مشكلة هذا الرجل ودعواه. إن بناء المجتمعات لا يأتي بنموذج فقط، النموذج عندما يكتمل جامعا للمجتمع التراكمي والنسلي ينطلق أخباره ومؤسسوه بعد أن تكتمل الفكرة إلى وصفها الذي ستسقط فيه هذه الفكرة وتختلف فيه وتنبت فيه وتؤتي أكلها. بعض الناس قد يشرح بالمجتمع ويقول نحن مجتمع ما فيش سيدة في الدنيا وهذا حاصل، والبعض الآخر يقول نحن مجتمع أنا كنت البلاد وانتم كده سميها، مش معناها من أجل، ولكن أن في كلام ربما يحب أن أقول لك. بعض الناس يقول المجتمع ما عندش أي فكرة تجمع ولا عند أي نقطة ينطلق منها، وما بين هذه الرؤية وهذه الرؤية آراء أخرى وآراء أخرى. ولكن الشيء اللي يجمع كل هذه الأمور أنها لا تنطلق من العقل. لما نقول عقل يعني عقل في المجال، يعني في الحالة، يعني ما عندناش فكرة مطلقة، يعني يجب كما قال الله سبحانه وتعالى وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل
وكما قال تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أمر بالتقوى. هذا الإنسان الذي وضعه الله تبارك وتعالى